انا هجرب اعمل بيزنس اونلاين على الفيسبوك بالذكاء الاصطناعي لمده 7 ايام، واشوف انا هعمل الصفحه ازاي وهجيب المنتج منين وهبيعه ازاي، واشوف بقى انا هقدر اعمل ربح قد ايه بعد الفتره دي، وهقدر اجيب كام عميل بعد 7 ايام. لان انا كل شويه بشوف الاعلانات على الفيسبوك والاقي الناس ما شاء الله بتعمل مبالغ محترمه جدا، وانا كان لازم اعرف بيعملوها ازاي. واخيرا عرفت طريقه، وهي ان اجيب المنتج من موقع تاجر وابيعه بطريقتي، واي حد يشتري في موقع تاجر هو اللي هيكلم العميل واللي هيوصل المنتج، وانا بس اخد نسبتي. فكانت بقى فكرتي الاتي، وهي ان اعمل صفحه احترافيه على الفيسبوك واخش الموقع تاجر واشوف المنتج اللي انا هبيعه. والصراحه انا ما كنتش عاوز اتعب في تصوير المنتج نهائيا، فلقيت موقع جامد بالذكاء الاصطناعي هيعمل لي كل الفيديوهات التسويقيه في حرفيا دقيقه، وبعدها هنشر الفيديوهات واشوف النتيجه، وربنا يستر بقى. ويلا نبدا. اليوم الاول. ازيكم يا رجاله، ده اول يوم في التحدي، لازم دلوقتي نعمل الصفحه ونعمل الاعدادات بتاعتها. فدخلت بقى على الفيسبوك وضغطت هنا عشان اعمل صفحه، وكنت عاوز اسم مميز، فدخلت على شات جي بي تي وقلت له هات 10 اسامي احترافيه لصفحه على الفيسبوك بتبيع منتجات، وقررت اختار اسم فريدوم. وبعدها بقى قلت له يعمل اللوجو لنفس الاسم، وعملت اللوجو ده. ودخلت الموقع كانفا عشان اعمل بانر احترافي للصفحه بتاعتي، وضغطت هنا وقعدت ادور كده لحد ما لقيت البانر ده، وعدلت يعني عليه شويه عشان يكون لايق مع اللوجو اللي انا عملته، وكانت دي النتيجه. وبعد ما عملت الصفحه كنت عاوز اعمل رسائل تلقائيه توصل للعميل لما يخش يكلمنا، فدخلت بقى الميتا فيسبوك من هنا، وبعدها ضغطت على العلامه دي، وكان في هنا 3 حاجات: الرد الفوري، وهي الرساله اللي هتتبعت تلقائي لاي حد يخش، والثانيه بقى عشان العميل يلاقي اسئله جاهزه قدامه يضغط عليها وتجيله الاجابات تلقائيا مره واحده، الثالثه بقى عشان لما العميل يعلق على البوست مثلا بكلمه معينه هيتبعت له التفاصيل تلقائي. فبدات بقى اخش على كل واحده واحط تفاصيل الخاصه بالمنتج، وعملت سؤالين جاهزين في الاسئله المتكرره، واحده بالتفاصيل بتاعه الساعه، والثانيه عشان لو عاوز يعمل اوردر وفيها التفاصيل المفروض يبعتها. وبعدها عدلت على صفحه عشان اخليها خاصه بالاجهزه الالكترونيه، فضغطت هنا وحطيت الكلام ده، وعملت وصف احترافي للصفحه من شات جي بي تي، وخلصت النهارده الصفحه، وبكره ان شاء الله هنشوف المنتج اللي هنبيعه. اليوم الثاني. انا لسه صاحي من ربع ساعه دلوقتي، فهصلي وافطر ان شاء الله، ونبدا بقى ندور على المنتج. دلوقتي بقى يا رجاله هنخش على تاجر ونشوف هنبيع ايه. انا عملت ايميل على تاجر، واللي هنعمله بعد ما نلاقي المنتج ونبيعه هناخد بيانات العميل ونحطها هنا، وبعدها هعمل ارسال، وبكده هيتكلموا معاه وياكدوا معاه الاوردر. وقعدت ساعه ونص الصراحه بدور على المنتجات والمنتج الحلو وبعمل لايك عشان اصفي المنتجات في الاخر، وفي الاخر طلعت في ال6 منتجات دول. والصراحه انا كنت محتار اختار اي منتج فيهم، فبعد تفكير انا اخترت الساعه الذكيه لان سعرها كويس الصراحه وجودتها ممتازه. فدخلت وحملت الصور الخاصه بيها من هنا، والمفروض يكون مواصفاتها جاهزه هنا، لكن صراحه ما لقيتهاش، فاخدت مواصفاتها من امازون. دلوقتي بقى محتاجين نعمل الفيديوهات التسويقيه بالذكاء الاصطناعي، ولقيت حرفيا الكنز اللي هيوفر عليا ساعات كتير جدا من الشغل، وهو موقع توب فيو اي اي. الموقع بيديك كريدت مجانيه كل شهر عشان تعمل الفيديوهات ببلاش. فانا بقى دخلت سجلت بايميل جوجل واشتركت الصراحه في الموقع ب $19. بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده يا جدعان، انا عارف تمام، بس هو صراحه الموقع يستاهل، لان كنت عاوز استعمل الادوات المدفوعه، وكان في حاجات كتير جدا كنت عايز استعملها. فدخلت على اول واحده وهو افاتار فيديو، اخترت الافاتار ده اللي هيظهر في الفيديو، وبعدها اقدر احط اللينك الخاص بالساعه من اي موقع زي امازون او شوبيفاي ومواقع كتير جدا. فدخلت على امازون وجبت الساعه اللي انا هبيعها اصلا، ونسخت الرابط وحطيته هنا، وبعدها بقى جالي الصور الخاصه بالمنتج، فمسحت الصور اللي هي مش حلوه يعني. وبعدها بدل ما يعمل السكريبت الخاص بالفيديو تلقائي، ضغطت هنا عشان اكتب السكريبت بتاعي، ودخلت لشات جي بي تي وقلت له انه يعمل سكريبت احترافي عن ساعه ذكيه، ودي التفاصيل بتاعتها، وبعت التفاصيل، وفي الاخر عملت السكريبت. خدت السكريبت نسخ وحطيته في الموقع، وبعدها عملت جنريت، ويعتبر قعد حرفيا 3 دقائق وقدرت اعمل الفيديو ده. وكنت صراحه عاوز فيديوهات تانية بشخصيه ماسكه الساعه وبتتكلم عنها، فكان في افاتار فيديو، وده عشان اعمل افاتار ويتكلم بالسكريبت بتاعي، او حتى كمان احط الصوت بتاعي والشخصيه تتكلم بيه، وده بقى اللي انا كنت محتاجه، وهو الافاتار يشرح عن المنتج وهو ماسكه. فدخلت عليه واخترت الافاتار ده، وضغطت هنا واخترت الساعه من الصور اللي حملتها، وبعدها الصراحه عدلتها شويه وصغرتها وحطيتها بالشكل ده، وضغطت هنا، وبعدها قعد دقيقة ونص تقريبا وعمل الصور دي. انا اخترت صورة منهم وضغطت هنا عشان احولها لفيديو، وقعد يعني 6 دقايق بالظبط. بعدها حطيت السكريبت اللي عملته من شات جي بي تي وعملت جنريت، وعملت في الاخر الفيديو ده. ليه تدفع آلاف في ساعة سمارت لما تقدر تلبس ساعة ذكية شكلها شيك فيها كل اللي محتاجه وبأرخص سعر في مصر؟ والموقع ده هتلاقيه في الوصف والتعليق المثبت. وبعدها بقى بدات انشر الفيديو، وقررت الصراحه اعمل اعلان ممول ب $10 يعني 500 جنيه. قلت لكم انا بضحي النهارده، بس الصراحه انا كنت عاوز اعمل ايه، كنت عاوز ابدا بجد يعني. وعملت الاعلان وخليته يقعد لمده 4 ايام، وعملت نشر. ودلوقتي بقى يا رجاله انا اخش انام واشوف بكره النتيجه وربنا يستر. اليوم الثالث. تعالى بقى نخش نشوف جالنا كام عميل.
تمام، حلو جدا يا جدعان صراحه. دخلت بقى رديت على العملاء والناس اللي علقت بتم، وبعد ما خلصت قررت الصراحه اعمل صور للمنتج وانزلها على الصفحه. فدخلت هنا على الموقع تاني بتاع توب فيو اي اي، ودخلت على برودكت افاتار واخترت شكل الصوره الخاصه بالساعات، وبعدها حطيت الصوره بتاعت الساعه ورسمت شكل الساعه على ايده بنفس الستايل، وهي بعدها كانت دي النتيجه. حملتها وبعدها نشرتها عندي، وفي اليوم ده تقريبا جالنا 16 عميل، فعاش جدا يا جدعان. اليوم الرابع دخلت تاني للصفحة وجالنا 7 عملاء في الرسايل، ده غير التعليقات. دخلت رديت عليهم كلهم، وقررت اعمل فيديو كمان عشان انزله على الصفحة، ولكن اورجانيك يعني بدون اعلانات. وكان في حاجات تانية في الموقع زي تحويل اللينك الخاص بالمنتج من امازون مثلا ويتحول لفيديو تسويقي جاهز، وفي كمان تحويل الصورة الشخصية بتتكلم بالسكريبت بتاعك وتعمل صور بالذكاء الاصطناعي، وكمان تحول الصور دي للفيديو والكلام لفيديو، وكمان تقدر تحول الكلام لصور، وده كله خلي في علمك خاص بالايه الحاجات التسويقية يعني. فانا الصراحة اخترت اعمل ايه في كل الحاجات دي، فقررت اعمل فيديو كمان من برودكت افاتار، واخترت شخصيه تانية وعملت سكريبت تاني من شات جي بي تي، وعملت في الاخر الفيديو. والفيديو ده جاب لي عميل وصح ده كويس جدا يعني، ده من غير اعلانات. اليوم الخامس دخلت على الصفحة وجالنا حرفيا 15 عميل يا جدعان، ده غير كمان التعليقات. فرديت عليهم كلهم وجالي في اليوم ده تقريبا 78 عميل. اليوم ده كان متعب جدا الصراحة، ولكن كنت مبسوط جدا بالنتيجة. وبعد 7 ايام عايز اقول لكم ان انا قدرت الحمد لله اجيب 181 عميل، واللي اشترى تقريبا 97 عميل، وكانت نسبتي على كل منتج بيتباع 95 جنيه. يعني الحمد لله قدرت اعمل 9215 جنيه، وطبعا نشيل ال 500 جنيه بتاعت الاعلان والفلوس من الاشتراك في الموقع، يبقى انا كده قدرت اعمل 7715 جنيه في التحدي ده. وده كله من فيديوهات معموله من موقع توب فيو اي اي. فشوف بقى الاشتراك المناسب ليك وابدا اعمل فلوس، وصدقني الموقع ده جامد جدا يا جدعان. الموقع ده هتلاقيه في الوصف والتعليق المثبت. ودي بقى النتيجه لما انا قررت ابدا. شكرا على المشاهده وسلام.